لو الإضاءة بتاع شاشة الكاسيت عالية في وشك بالليل وانت سايق، طب انت عايز تهديها او تقفلها خالص، تعمل ايه؟ بص معايا كده، هتدوس على الزرار ده، تمام، وتختار وتدوس على علامة الموبايل دي، وتختار من فوق طفي الشاشة. دي شاشة الوينكا الاس 195، حلقة جديدة في قناتكم عشاق الصيانات على اليوتيوب. شاهد الحلقة كاملة على القناة. أهلا بكم من جديد، مرحبا بكم في قناتنا عشاق الصيانات. هنتكلم النهاردة عن الشاشة الوينكا. الشاشة الوينكا اللي معانا دي النهاردة الاس 195، وزيها برضو ال180. الشاشة دي لما انت بتيجي تدور على شغل العربية، زي ما انت شايف العربية باردة ومركونة اهي، اديلها يومين مثلا ولا حاجة، الشاشة ما زالت ستاند باي، ما قفلتش. اصبح ان الشاشة دي ما فيهاش سليب مود، عشان الناس اللي بتسأل كتير على النت. هي ما بتطفيش او ما بتفصلش، بس ما بتاكلش البطارية، تمام، فما تقلقش منها. الاندرويد اوتو، طبعا اندرويد اوتو هنا مش عايز يشتغل ليه؟ لان على الاقل خالص لازم تكون فاتح البلوتوث، حتى لو الواي فاي مقفول لازم البلوتوث يكون مفتوح. طيب البلوتوث ده اول ما تفتحه بتستنى ثانية كده، هتلاقيه عمل كونكت مع العربية. طبعا انت مكنكه قبل كده ومعرفهم على بعض، هنبقى نعمل حلقة برضو لظبط الكلام ده. تمام، اول ما فتحنا البلوتوث زي ما انت شايف كده، هي فتحت الاتصال ما بينهم، وغالبا هي فتحت الواي فاي كمان لوحدها. اول ما بتشغل الاندرويد اوتو زي ما انت شايف كده بيشتغل الكاسيت. طيب لو انت مش عايز الكاسيت يشتغل او الاغاني تشتغل، سواء كانت سبوتيفاي او انغامي اخر حاجه انت كنت مشغلها، تشتغل اول ما تشغل الاندرويد اوتو، بتعمل ايه؟ تخش على اعدادات التليفون، وتخش على الاجهزه المتصله، او تدور على اندرويد اوتو لو انت مش تليفونك مختلف. هتفتح العدسه من هنا، تمام، وتبدأ ان انت تعمل بحث. طبعا هو الاندرويد الجديد عملوا البوكس بتاع البحث خلوه تحت، مش عارف ليه بس يعني ماشي. هنقلب اللغة انجليزي نبدأ ندور على كلمة اندرويد، تمام. هتظهر معانا كل الحاجات اللي اولها اندرويد، هنختار اندرويد اوتو، تمام. ظهرت اندرويد اوتو اهي موجودة تحت، هندوس عليها، ويبقى كده دخلنا ايه القائمة بتاعة ضبط اعدادات الاندرويد اوتو على الشاشة دي، تمام كده. زي ما انت شايف كده هنبدأ نقلب، هنلاقي اول حاجة اللي هو اشتغل لوحده اوتوماتيك، وده يبقى متظبط بالعربية او على اخر حاجة. تاني حاجة اللي هي او تالت حاجة دي اللي هي تشغيل الاغاني، مجرد تشغيل الاندرويد اوتو، اللي هو السؤال اللي احنا عاوزين نجاوبه. لو انت لغيت دي او شغلتها، هي هتقفل او هتشغل الاغاني اول ما بتشغل اندرويد اوتو. بعد كده القوائم اللي هي بتاعه البرامج المتاحه في الاندرويد اوتو، لان ده يعتبر كانه نافذه للموبايل جوه الكاسيت نفسه. البرامج دي اللي هي نازله، مش كلها من كل البرامج اللي انت منزلها على الموبايل، بس دي البرامج اللي هو ينفع يحطها على الاندرويد اوتو. اي حاجه انت هتشيلها من القايمه زي ما انت شايف كده، لو احنا اخترنا مثلا حاجه زي مابس مي، لو احنا شلناها من القايمه وطفينا وشغلنا، طبعا ممكن نقفل من هنا كده. لو طفينا كده من هنا وشغلنا تاني عند كار لينك او زي لينك، مجرد ما بنشغله كده هتلاقيه برضو الموبايل، شاشة الموبايل طفت واشتغلت، وبعد كده بدأ يحمل على طول. لو دخلنا على قوائم البرامج اللي نازلة، تمام، هتلاقي ايه مابس مي اتشال فعلا من على ايه القوائم دي. تقدر بعد كده ممكن تضيفها من نفس البند ده من اخر القايمة، هتلاقيهم موجودين تحت. بعد كده نيجي لجزئية مهمة جدا، اللي هي حكاية ايه الشاشة عندي بتاع اللي هي الخريطة، شغالة بالنهار او بالليل، مدياني اضاءة عالية او مدياني اضاءة مريحة. طيب لو هي زي ما انت شايف كده احنا بالليل، والاضاءة الشاشة ما زالت يعتبر بتدي ضوء النهار، حتى لو انت بدأت الملاحة زي كده لأي مكان وقلت له ابتدي، المفروض ان هو كان يقلب ليل، المفروض يقلب ليل زي كده، تمام. طب هو ما قلبش، احنا ممكن نقلبه من الاختيار من اللي هي زي ما احنا ورينا كده زي ما انت شايف الساعة 6:30 بالليل. وهو طبعا احنا نبقى نعمل الحركة، نعمل حلقة برضو ان شاء الله ازاي تظبط الشاشة تخليها تفهم النهار من الليل، تمام كده. طيب انت دلوقتي هي عايز تغيرها ليل عشان تريح عينك، بتختارها من هنا، تختار نايت. لو انت خليتها دي هتقلب نهار، هتفضل نهار على طول مش هتقلب ليل.
ولو خليتها ليلة تفضل ليلة على طول حتى بالنهار. خليتها اوتوماتيك المفروض ان هي تقلب ليل ونهار على حسب الساعة. تمام. بعد كده هتلاقي البنود اللي بعد كده دي ليها علاقة بالرسائل اللي انت بتجيلك، وان هي يظهر اول سطر او يشغل يعمل صوت او كده لأي رسائل تيجي على الواتس او الرسائل تيجي على الموبايل. تمام. بعد كده اخر حاجة تحت، او الحاجة اللي قبل الاخيرة الاول، اللي هي الشاشة بتاعة الملاحة والشاشة بتاعة الكاسيت. لو انت عايزهم تقلبهم تخلي الشاشة بتاع الملاحة هي اللي بعيدة والكاسيت قريب، بتختارها من هنا. تختار طبعا ايه مكان السواق اصلا يمين ولا شمال. تمام. وبعد كده بتختار ان الاختيار اللي بعد كده هو اللي عايز شاشة الملاحة اقرب للسواق ولا عايز شاشة الميديا هي اللي اقرب للسواق. تمام. بعد ما بتحدد الدركسيون فين، لان طبعا في الدول الاجنبية بيبقى الدركسيون ممكن يبقى في الناحية اليمين. تمام كده. طيب بعد كده لو نزلنا تحت خالص هنلاقي حاجة اسمها الإصدار. لو انت فضلت تدوس عليه كتير هتلاقي ان انت دخلت بقيت خيارات المطور. ساعتها هتيجي هنا في الثلاث شرط اللي فوق هتلاقي فيه 4 اختيارات مش اختيارين بس. طيب خيارات المطور دي انت حتى لو دخلتها ما تحاولش تغير فيها حاجة عشان ما تبوظش الدنيا. ألف فيها كده ما فيهاش أي حاجة ممكن تختارها، هي حاجة واحدة بس ممكن تغيرها، اللي هي اللي هي مصادر غير معروفة. لو انت جايب حاجة على فلاش وعايز تنزلها على الاندرويد اوتو فممكن تختار اللي هي الانون سورسز او اللي هي مصادر غير معروفة وتعلم عليها. دي اقصى حاجة ممكن تغيرها، ودي الاوبشن ده كمان متاح من جوه اوبشنات الكاسيت نفسه. تمام كده. طيب بعد كده هنيجي للجزئية التانية بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد. طيب التركية اللي بعد كده زي ما قلنا كده، لو انت عايز تفتح هوت سبوت للكاسيت عشان توصل مثلا شغل يوتيوب او اي حاجة من الحاجات اللي هي اللي موجودة من على النت، ففي الحالة دي انت بتفتح هوت سبوت وبتستنى شوية هتلاقي هو عامل كونكت لو انت كنت موصله مرة قبل كده. لو انت مش موصله بتخش من الاعدادات على وايرلس نتورك او اول واحدة فوق على الشمال، وبعد كده بتفعل اول حاجة الواي فاي. مجرد ما بتفعل الواي فاي بيستنى ثانية بيظهر الحاجات اللي هي متاحة، الواي فايات المتاحة اللي حواليك. وبتلاقي أول حاجة اللي انت مثلا زي جالاكسي اي 55 زي ما انت شايف كده، هو عمل عليه كونكت على طول لأن أنا كنت موصله قبل كده. تمام كده. أنا بحاول أظهر لك بس هي الزومنج بتاع العدسة مش مبين أوي. هتظهر معاك هنا برضو أول ما تلاقي كونكت سواء لوحده أو انت عملت كده هتلاقي العلامة بتاع الواي فاي ظهرت فوق، تعرف ان هو كده عامل كونكت خلاص. تبدأ ترجع تاني من زرار الهوم وتبدأ ان انت ممكن تروح على اليوتيوب من خلال شاشة البرامج، او ان انت تحطه من الايقونات اللي هي جاهزة على جنب كده. تمام. لما بتشغل اليوتيوب طبعا بناء على قوة الشبكة اللي انت مشغل من عليها الهوت سبوت. يعني انت الهوت سبوت دلوقتي هو الكاسيت واخد من الموبايل، فالموبايل لو الشبكة بتاعته قوية هتلاقي الكاسيت اشتغل على طول او اليوتيوب اشتغل على طول. لو الشبكة بتاعته ضعيفة هتلاقي اليوتيوب ضعيف او بيفتح ببطء او ان هو بيقطع في التحميل. زي ما انت شايف كده هي حملت على طول، وكل الحاجات المتاحة او المعروضة ان انت ممكن تشغلها تقدر تدوس على اي حاجة تشغلها. وطبعا زي ما انت عارف هتاخد من باقة النت بتاع الموبايل. بعد كده طيب بالنسبة للخرايط، لو انت فاتح النت برضه او فاتح الهوت سبوت، ساعتها لو انت شغلت الخرايط هيحمل خرايط زي الاندرويد اوتو بالظبط. ممكن لو انت مش عايز تشغل اندرويد اوتو بتشغل من هنا. تمام. انت لو انت حبيت يعني تشغلهم من غير نت، ممكن بتحمل حاجة اسمها الخرائط اللي هي بدون نت اللي هي الاوفلاين ماب، وبتحدد له منطقة معينة وبتبدأ ان انت بعد كده بتنزلها طبعا على حسابك على جوجل، وبتبدأ بعد كده لما تفتح بيقوم فاتح معاك على طول، وتقدر تعمل ملاحة زي ما انت عايز. اللي بعد كده زي ما انت شايف كده هو الكشاف العربية اللي هي الرمز دي نور، معنى كده ان الكاسيت شاف ان هو خلاص بقى بالليل، فتعرف ان هو الشكل ده ان هو كده دخل معانا بالليل. بالنسبة بقى للزراير اللي في الجنب دي اللي هي بتنور ليدات وبتقعد تقلب نور والكلام ده كله، بنعملها منين؟ دي برضو بنخش على الاعدادات وبعد كده بنخش على الجنرال او عام، وبننزل تحت في جنرال كده على حاجة اسمها لانتيرن. وهي للأسف حتى لو انت قلبت الشاشة دي عربي هتلاقي القوائم دي معظمها بالانجليزي برضه، فانت اعرف مكان الزرار فين. تمام. هي اول واحدة في القائمة المنفصلة لوحدها يعني جنرال اهو. تمام. لانتيرن سيتنج او اعدادات اللي بيسموه الفانوس او الكشاف يعني او الليدات.
تقدر ان انت تخليها مع النور، ممكن تغير اللون بتاعها من هنا، تختار الالوان تخليها تقلب لوحدها او انت تختار لون ثابت. تمام. انا هحاول اميل الكشاف بحيث ان انت تبقى شايف الالوان. كده اخضر بينور اهو اخضر، كده بامبا، تمام، كده ابيض وازرق، احمر. وممكن تخليها تقلب اوتوماتيك، تمام، لوحدها، تقعد تقلب لوحدها زي ما انت شفت كده. وممكن تقفلها خالص من هنا متخليهاش تنور خالص، او ان هي تشتغل تقلب لوحدها، او ان هي تبقى مع مع النور. تمام. تقدر تغير الاعدادات بتاعتها كلها من هنا وتغير اللي انت عايزه. تمام كده. نعمل باك ونخش على التركية اللي بعد كده، فتابعونا. اهلا بيكم. رجعنا مع بعض تاني في الاختيار اللي بعد كده. لو انت الشاشة اضاءتها مضايقاك بالذات وانت سايق بالليل وعايز تقفل الاضاءة بس من غير ما تقفل الصوت، بتدوس على الزرار ده وبعد كده تدوس على الموبايل زي ما قلنا في اول فيديو، بيقفل الشاشة من غير ما يقفل الصوت. لو بصيت كده هتلاقي ان حتى الليدات مازال بتنور، فاذا الشاشة مازالت شغالة. لو انت عملت تعليق صوت او توطيد صوت او عملت اي حاجة او غيرت الاغنية او دوست على الشاشة، هتلاقيها زي ما انت شايف كده اشتغلت معاك. طيب بتعمل ايه؟ بنجيب الزرار ده منين؟ بتخش برضو على القايمة وتخش على التاتش اسيستنت او مساعد اللمس. احفظ شكل الايقونة لان حتى لو قلبته عربي غالبا الحاجات دي هتفضل بالانجليزي. تمام. اول ما بتدوس عليها كده بتظهر قائمة بيضاء، بتختار اول اختيار بتعلم عليه صح اللي هي التاتش بوتون او زرار اللمس. تمام. زر اللمس بتعلم عليه، لو انت شلت العلامة هتلاقيها اختفت، لو انت حطيت العلامة هتلاقيها ظهرت زي ما انت شايف كده. تقدر تدوس عليها وتحركها زي الفلوتنج بتاع الايفون او الاندرويد. تمام كده. طيب انت بتخليها شغالة زي كده، تعمل باك. لو انت عايز تقفل الصوت، تقفل الشاشة من غير ما تقفل الصوت، بتدوس هنا وبعد كده بتختار الاختيار بتاع يعني مثلا نشغل راديو زي كده. تمام. عاوزين نقفل الشاشة من غير ما نقفل الصوت، هندوس هنا كده وبعد كده ندوس على ده وبعد كده ندوس على قفل الشاشة. عند النعمة وعدم استخدامها في غير ما يرضيه. التركية الأخيرة زي ما انت شايف كده، لو انت مشغل فيديو ولقيت الصوت ما بيطلع، الصورة ما بتطلعش، بيطلع صوت بس وبيظهر لك الرسالة دي على الشاشة. طيب هتعمل ايه؟ هتخش على فاكتوري او المصنع. تمام. الباسورد 3368. تمام. وتنزل تحت لحد ما تلاقي كلمة بريك واير. تمام. وتلغي العلامة اللي قدامها. تمام. اول ما تشيل العلامة دي هتروح تشغل الفيديو، قلب كده لحد ما توصل عند فيديو، هتلاقي الفيديو اشتغل صوت وصورة معاك. انتظر تعليقاتكم ونكمل في الجزء الثاني من الفيديو ان شاء الله.